السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان السيسي يشعل الحرب الأهلية في مصر لتدميرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. النهارده تفجير في الكنيسة في العباسية في مصر، والقتلى كتير والجرحى أكتر. طبعا يعني أنا عجبني والله، الحمد لله ما شاء الله، الصليبيين واقفين قدام الكنيسة بعد التفجير بيهتفوا ضد السيسي وضد الداخلية. دول عقلاء الصليبيين، عقلاء اللي عارفين محدش هيقدر يخش الكنيسة بقنبلة إلا مخابرات السيسي والداخلية بتاعته. يعني واحد يفهمني كده بالراحة، بس الكنيسة أصلا فيها حراسة والشرطة بتحرس، إزاي قنبلة خطيرة زي دي تخش إلا بتواطؤ وتعاون وتخطيط وترتيب؟ وأظن الصليبيين في مصر عارفين كويس قبل كده. الكنيسة عندنا كان عندنا في اسكندرية اللي كانوا بيسموها كنيسة القديسين، لما أيام حسني حمارك فجرها وقتل الصليبيين فيها. والتحقيقات بعد كده بعد ثورة 25 يناير قالت إن الداخلية هي اللي عاملاها. كان حبيب العدلي، الداخلية هي اللي عاملاها، فهم عارفين كويس. فأنا الحمد لله انبسطت جدا النهاردة إن عقلاء النصارى فاهمين القضية، وأنا بنصحهم وبقول لهم خلوا بالكم زي ما انتوا واعيين كده من المجرم عبد الفتاح السيسي، خليكوا أوعى ناحية تودرس المجرم الخاين، لأن هو هيوديكوا في داهية، لأن هو مؤيد للباطل ومؤيد لعبد الفتاح السيسي، وقعد يستخدم المسيح، والمسيح تقمص السيسي، والمسيح يعلو الصليب فوق مصر. لا 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 لا، الكلام ده ما ينبغيش. انتوا الصليبيين في مصر اقليه، ما فيش يعني حد يجادل في هذا. اذا كنتوا 5 مليون بقيت مصر 90 مليون، فاضل 85 مليون مثلا. لكن هذا التودرس مؤيد للخسيسي ومناصر له، وادي النتيجه. احنا عندنا قاعده بتقول من اعان ظالما سلطه الله عليه، سلطه الله عليه. فادي اهو المجرم الخسيسي. وانتوا ناسيين يا صليبيين يا اللي في مصر، ناسيين عمل معاكوا ايه في مسبيرو، والدبابات سحقتكم، وطلعوا ايامها بعض القساوسه قالوا ده كفر بنفس اللفظ كده. طب امال ايه؟ اتنسى كل ده ولا ايه؟ اتنسى. ليه؟ اسالوا نفسيكم ليه؟ اسالوا نفسيكم. عيب. انتوا عشتوا معانا في امن وامان وطمأنينة وكذا وكذا وكذا. لما جه تودرس المجرم ده قلب الدنيا كلها بالخيانة اللي عملها بتأييده لعبد الفتاح السيسي القاتل المجرم الخاين. فالحمد لله انكم واعيين وعرفتم ايه اللي بيحصل في مصر. وطبعا يعني ده رأيي برضو ان المجرم عبد الفتاح السيسي عمل كده علشان يغطي، طبعا يضرب اكتر من عصفور يعني بحجر زي ما بيقولوا يعني، لكن اهم حاجة كان عشان يغطي على كلمة الكفر اللي قالها صريحة، لما قال في وسط كلامه اللي يقدر على ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، يقدر علينا، كلمة كفر تخرجه من الملة. هو اصلا عندي خارج من الملة من زمان، بموالاته لليهود، بموالاته للصليبيين، بموالاته للعلمانيين، بحربه للإسلام إلى آخره. لكن تتقال الكلمة دي والمجرم شيخ النفاق أحمد سيكا، المجرم شيخ الأزهر قاعد بأمته، وكل اللي سقفوا يخرجوا معاه من الملة، لأن دي كلمة كفر تتقال. فطبعا الناس كلها حتى اللي معاه ايه ده في كده برضه، في كده برضه، يعني مش في تخاريف كتير اتقالت بس مش زي دي. لما يتقال في نصوص مقدسة لازم نخرج عليها، لما يتقال حضرتك يا رب، لما يمنع البوستر هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتقال كلام كتير لكن دي بالذات، فعايز يغطي على المصيبة اللي عملها دي. فيعمل ايه؟ يعمل بقى الحركة دي علشان دلوقتي زي ما انتم شايفين كل ملتحي في مصر دلوقتي بيتمسك وبيتقبض عليه
حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا عقلاء الصليبيين في مصر خلوا بالكم، عايزين يوقعونا في فتنة طائفية، نخبط في بعض ونضرب في بعض، ودي لن تذر يعني أحد في مصر، وأنا بقولها بمنتهى الوضوح. فالمجرم عبد الفتاح السيسي يريد خراب مصر، يريد وقوع فتنة طائفية في مصر. احذروا احذروا احذروا. فعبد الفتاح السيسي عايز يولعها. حسبنا الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه وفي كل اللي بيساعده وبيأيده، وأولهم تودرس اللي هيوديكوا في داهية. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.